أهلا بيكم يا أصدقاء لرحلة عبر التاريخ. أول حاجة أنا حابب أشكركم على دعمكم ووصولنا 10,000 متابع على منصة التيك توك، ويلا بينا نبدأ رحلتنا. وما تنساش تصلي على النبي الكريم صلى الله عليه وسلم في الكومنتات، وعاوزكم تفجروا زر اللايك والاشتراكات. جاهزين يا أبطال؟ يلا بينا. النهاردة إحنا مش بس بنحكي قصة، إحنا بنكشف الستار عن واحدة من أخطر وأعقد المراحل اللي مرت على مصر القديمة. المرحلة اللي بدأت بقمة المجد والقوة وانتهت بلحظة الانكسار والاحتلال. إزاي إمبراطورية حكمت الدنيا آلاف السنين فجأة تقع؟ هل كانت خيانة من جوه القصر ولا قوة غاشمة جاية من بره الحدود؟ من أول أيام العز في الدولة الحديثة لحد اللحظة اللي دخل فيها الإسكندر الأكبر أرض مصر، هنحكي لكم النهاردة حكاية المجد والدم، النصر والخيانة، البداية والنهاية. عصر العمالقة، تحتمس وحتشبسوت. عشان نفهم السقوط لازم الأول نشوف القمة كانت عاملة إزاي. في عصر الدولة الحديثة مصر كانت هي القوة العظمى الوحيدة في العالم، وهنا بيظهر لينا تحتمس الثالث، العبقري العسكري اللي مفيش معركة دخلها وخسرها. في معركة مجده الشهيرة الراجل ده استخدم خطة صايعة جدا ومفاجأة، دخل بجيشه من ممر ضيق مكانش حد يتخيله، وعشان كده قدر يأسس أول إمبراطورية حقيقية في التاريخ. وعلى الناحية التانية كانت حتشبسوت بتثبت إن القوة مش بس بالسيوف والحروب. معبدها الأسطوري في الدير البحري وقصص رحلتها لبلاد بونت عشان تجيب البخور والذهب كانت دليل على رخاء مصر ما كانتش شافته قبل كده. دي كانت العظمة في أصفى صورها. لكن وسط كل العز ده بدأت بذور الصراع تظهر بين سلطة الملك في القصر ونفوذ الكهنة اللي بدأ يكبر ويغول في المعابد. وبعدين نوصل للملك الأسطورة رمسيس الثاني. الراجل ده ما كانش عاوز يحكم الأرض بس، ده كان عاوز يحكم التاريخ نفسه. معركة قادش ضد الحيفيين كانت هي نقطة التحول. رمسيس رسمها على جدران المعابد كأنها نصر إلهي جبار، رغم إنها في الحقيقة كانت تعادل دبلوماسي ذكي جدا، وانتهت بأول معاهدة سلام مكتوبة في الدنيا. رمسيس بنى في كل شبر في مصر من الكرنك لأبو سمبل عشان يخلي اسمه محفور للأبد، لكن حكمه اللي استمر أكتر من 60 سنة ساب وراه فراغ كبير قوي. بعد ما مات بدأ الضعف يمشي في جسم الدولة واحدة واحدة. الملوك اللي جم بعده ما كانش عندهم لا هيبته ولا قوته، وهنا الكهنة في طيبة بدأوا يسيطروا على خزائن المعابد لحد ما بقى كاهن آمون في أوقات كتير أقوى من الفرعون نفسه. الانقسام والانهيار. وفي عهد رعمسيس الحادي عشر العقد انفرط خالص. مصر اتقسمت نصين، الشمال بيحكموا ملوك ضعاف في مدينة تانس، والجنوب بقى بالكامل في إيد الكهنة. والضعف والفرقة دي خلت كل الطامعين يسيل لعابهم على مصر. دخل الليبيين وحكموا، وبعدهم جم النوبيين الأسرة 25 اللي حاولوا بجد إنهم يرجعوا المجد القديم، لكنهم خبطوا في قوة الأشوريين الغاشمة اللي دمرت منف وطيبة. الحضارة اللي كانت بتعلم الدنيا وبتحمي حدودها للأسف بقت ساحة حرب، وكل غريب عاوز ياخد منها حتة. سكرات الموت والفرس. حاول ملوك عظام زي أبسمتيك الأول ونخاوي الثاني إنهم يلحقوا المركب وهي بتغرق، لكن الزمان كان اتغير خلاص. وفي سنة 525 قبل الميلاد حصلت الكارثة الكبيرة اللي هزت كيان مصر. الفرس دخلوا بقيادة قمبيز، وبقت مصر لأول مرة مجرد ولاية تابعة لإمبراطورية تانية. الآلهة اتهانت والثروات اتنهبت، والمصريين حسوا وقتها إن زمن الفراعنة العظام خلص فعلا وللأبد. الفصل الخامس، الإسكندر. ووسط كل الضلمة دي وفي سنة 332 قبل الميلاد ظهر الشاب المقدوني الإسكندر الأكبر. الإسكندر ما كانش داخل كغازي مكروه، ده الشعب استقبله كأنه المنقذ من ظلم الفرس. وبذكاء سياسي توج نفسه فرعون في منف، وراح سيوة عشان يقول للعالم إنه ابن الإله آمون. هنا انتهى حكم الفراعنة المصريين وبدأ عصر جديد، عصر البطالمة. الملامح اتغيرت واللغة اتغيرت، لكن الروح المصرية فضلت صاحية تحت الرماد. الخاتمة، الروح اللي ما بتتمتش.
وهنا بيجي السؤال المهم: هل نهاية الفراعنة كانت مجرد سقوط، ولا كانت هجرة للروح من الجدران الحجرية لقلوب البشر؟ الحضارة المصرية ما ماتتش، دي انتقلت عشان تعلم اليونان والرومان والعالم كله. مصر اتغيرت واتبدلت واتحكلت، لكن فضلت طول عمرها هي الرحلة عبر التاريخ اللي ما بتخلصش أبداً. ولو وصلت لهنا ما تنساش اللايك والاشتراك وتكتب رأيك في تعليق وتصلي على خير البشر صلى الله عليه وسلم. أشوفكم في حلقة جديدة، مع السلامة.